عشان كده في عوامل مهمة بتخلي الزواج ده ناجح ويستمر، ويخلي الأسرة دي أسرة صحية وسعيدة، أو يخلي الأسرة دي أسرة مضطربة وفيها مشاكل نفسية تصل إلى الطلاق. واحدة من التشبيهات الجميلة بنتكلم عنها عن الجواز، قالك الجواز ده عامل زي الكوكتيل. في عامل مهم قوي في الكوكتيل عشان يطلع طعمه حلو، مقدار نضوج الثمرة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو جبت مانجاية مالحة وجبت الموز قوية وطعمها جميل، وحطيت الموزة مع المانجا، الاتنين لما يتحطوا مع بعض طعم الكوكتيل مش هيطلع معسل مسكر. طب ايه علاقة ده بالجواز؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط في الجواز. احنا اتنين اتدربنا مع بعض في الخلاط عشان نعمل عيد، كل واحد فينا بيشارك باللي عنده، بيشارك باللي جواه. طعم او تأثير الأسرة في الآخر أثر بشخصيتي وشخصيتك. فمقدار نضوجي كشخص يخليني لما اتخلط في الخلاط مع شخص تاني ونعمل عيلة، العيلة دي بيبقى ليها لون وطعم بيميزها، اتأثرت بمقدار نضوجي ونضوج الآخر اللي دخل معايا في الخلاط. عشان كده في الجواز اللي بيحدد الأسرة دي هتبقى أسرة صحية ولا أسرة مضطربة، حاجة مهمة قوي اسمها مقدار نضوجنا الشخصي. ودي نقطة مهمة محتاجين نفهمها، إنه مش كافي إنك تكون شغال على نفسك وبتطور وناجح في حياتك. ده مش شرط لوحده إن أسرتك تكون أسرة صحية، لأنه في عامل مهم هو معتمد على نضوجي ونضوج الآخر.